السلام عليكم. النهارده باذن الله هنتكلم عن سبب قفل موقع هوك بول الساعه 3:30 الفجر بالتحديد، وكمان خلينا نحل مشكله اللي بتواجه كل الناس الفتره دي، وهي مشكله عدم تشغيل الاله وكمان عدم نزول ارباحها. طيب خلينا نحل مشكله بس قبل اي حاجه صلي على النبي وامشي معانا خطوه خطوه لاخر الفيديو، علشان في اخر الفيديو برضه هتلاقيني سايب لك اثبات سحب بتاريخ 22 فبراير اللي هو النهارده، تمام، اللي وعدت بيه ناس كتير في الفيديو اللي فات، وكمان عشان نثبت للناس اللي طلعت وقالت ان الموقع هيقفل يوم 22. طيب خلينا في البدايه كده نحل مشكله. طيب اول مشكله هي مشكله قفل موقع هوك بول. طبعا في ناس كتير كلمتني وقالت ان الموقع خلاص قفل. لا يا جماعه، الموقع ما قفلش ولا حاجه، الموقع شغال زي ما انتم شايفين اهون، ولكن سبب القفل هو تحديث يا جماعه. ناس كتير طبعا ما تعرفش التحديث ده غير الناس اللي موجوده في جروب الشركه، ويمكن كمان المستشارين بس، ولكن احنا عشان موجودين في جروب الشركه وكده ومتابعين دايما، فكنا عارفين ان في تحديث هيحصل بتاريخ 22 فبراير. تمام، بدأ التحديث من الساعه 12 بالليل لحد الساعه 3:30. بدايه من الساعه 3:30 الموقع بدأ يهنج جامد. طبعا بقى التحديث بدأ يتفعل عند كل الناس، فبالتالي الموقع بدأ يقف بشكل تام عند كل الناس. بدأ يرجع بقى من الساعه 10 لحد الساعه 12 الظهر، الموقع بدأ يشتغل بدأ يرجع يشتغل بشكل طبيعي جدا، وبدأ ان هو خلاص الموقع بقى رجع على حالته، تقدر تفعل الاتك تشتغل بطريقه عاديه جدا، مفيش اي مشاكل هتقابلك تاني. تمام، يعني انت مثلا طبعا مشكله من مشكله الالات دي ان انت كنت بتيجي تشغل الاله بتاعتك الساعه 9 بالليل مثلا ميعادها، تيجي تشغلها تلاقي الارباح ما نزلتش والاله بتقول لك لم يتم العثور على الطلب. طبعا ناس كتير كانت بتواجهها المشكله دي. تمام، المشكله دي يا جماعه، انت خليك عارف دايما ان الارباح بدل ما نزلتش اعرف ان الاله عمرها ما هتشتغل. تمام، فمجرد ما الارباح بتنزل الاله بتاعتك بتشتغل على طول. فالنهارده خلاص المشكله اتحلت، وكل حاجه اوريها لكم بالاثبات دلوقتي، تمام، من جروب الشركه نفسه وعن التحديث وعن الكلام ده كله. تمام، والشركه كمان هتعوض الناس عن الخساره اللي هي خسرتها لهم في الارباح اللي ما نزلتش والكلام ده كله. يعني دلوقتي يا باشا الاله بتاعتك بتشتغل بشكل طبيعي وبتشتغل بشكل عادي جدا، ما فيش اي مشاكل، تقدر تشغلها وفي ميعادها. ولو انت كنت مثلا بتفعلها الساعه 1 وهي كانت ميعادها الاساسي الساعه 9 وانت كنت بتفعلها، فارجع يا باشا اظبط منبهك الساعه 9 تاني واشتغل تاني. تعالوا مع بعض نشوف كل حاجه وبالاثبات. طيب دي دلوقتي الحاجه اللي نزلت من جروب الشركه اللي هتثبت صحه كلامي، وان فعلا ده كان تحديث، وكمان حلوا المشكله بتاعت ان الاله ما عادش بتشتغل في ميعادها، ودلوقتي كل الناس ما عادش بتشتكي من الموضوع ده. تعالى نضغط على الصوره دي كده ونقرب كده مع بعض. زي ما انتم شايفين اللي انا عامل عليها دايره دي، زي ما انتم شايفين هو تاريخ الاله بتاعته هتنتهي بتاريخ 21/8/2022 تمام. طيب هو بيفعل الاله بتاعته امتى؟ بيفعل الاله بتاعته كل يوم الساعه 12 24 دقيقه و15 ثانيه، يعني كل يوم الساعه 12 ونص بيخش يفعل قلبه. هو كان بيشتكي ان هو بيجي يخش الساعه 12 ونص الاله ما بتشتغلش، فبالتالي بيفضل قاعد لما الساعه 1 والساعه 2 والساعه 3 وكل الكلام ده. طبعا في ناس دلوقتي برضو كانت بتشتكي من نفس الموضوع ده. لا، هو دلوقتي الاله بتاعته رجعت واشتغلت بعد التحديث، وعادت ظبط المنبه تاني. كان بيظبط المنبه بتاعه على الساعه 3، دلوقتي المنبه بتاعه عاد رجع الساعه 12 و24 دقيقه. الاله بتاعته ارباحها بتنزل، الاته بتشتغل، وطبعا كل الناس تم حل المشكله دي الحمد لله. طيب في ناس برضو كانت بتقول ان الارباح ما بتنزلش، الاله بتشتغل والارباح ما بتنزلش. هقول لك برضو تم حل المشكله، والشركه كمان عملت لك تعويض عن الفلوس اللي ما نزلتلكش دي. ازاي يا عم احمد؟ طيب قلنا هنا ان الاله هتنتهي يوم 21/8/2023. لو جينا نبص هنا في تعديل الصوره خلوها تنتهي يوم 24/8/2023، فالشركه عوضتك ب3 ايام عن الارباح اللي ما نزلتلكش، ومدت ايام انتهاء الباقه. تمام، وطبعا الاله هتشتغل في ميعادها زي ما قلنا. تمام، طيب فين صحه كلامك يا عم احمد؟ هقول لك صحه كلامي زي ما انت شايف اهو، كلام من الشركه نفسه. عدد اجهزه جميع المستخدمين اللي طبعتها يجب على الاعضاء الذين لم يبداوا تشغيل الجهاز في اقرب وقت ممكن. بالاضافه الى ذلك لم يحصل الاعضاء الذي يتاثروا خلال هذه الفتره على تحسين مزايا اليوم. نعتذر هوك بول لهذا ويقوم التعويض التالي. اضافت هوك بول فتره صلاحيتها لمده 3 ايام للاعضاء الذين لم يتلقوا دخلهم في نفس اليوم خلال فتره التحسين، ويمكن للاعضاء المؤثرون التحقيق من حساب العمل الخاص بهم سواء تم زياده تاريخ انتاج صلاحيه. يعني زي ما انا قلت لك بالظبط، اديت لك 3 ايام تعويض عن الارباح، تم تعديل تاريخ انتهاء الباقه بتاعتك. تمام،
وزي ما انتم شايفين طبعا ايه الشركه هنا طلعت اعتذرت. صباح الخير جميعا، ارجو ان تكون جميع المخلوقات والقلق وايه وكلام من ده كتير جدا يا جماعه. يعني انا ممكن انزل لكم كل الاعتذارات اللي الشركه قالتها، بس طبعا ده ياخد وقت كبير جدا مني في الفيديو. انا طبعا الكلام ده انا ببعته لجروب الفرقه بتاعتي والكلام ده كله، فاللي حابب ينضم طبعا انا دايما بسيب لك اللينك في الوصف، وكمان رقم عشان تتواصل معايا، لان يعني في ناس سجلت وفعلت باقات كمان ولسه ما تواصلتش، فيا ريت يتواصلوا معايا عشان لو حصل مشكله يعرفوا مين ايه القائد بتاعهم او كده، او اللي يعرف يحل لهم المشكله. تمام، لان في ناس بتكلمني ومش عارفه تحل المشاكل بتاعتها يا جماعه. طيب خلونا ايه نرجع هنا بقى ايه ونخش مع بعض نعمل ايه كده. احنا حلينا خلاص كل المشاكل، وعرفنا ان ده كان تحديث والموقع شغال تمام ومفيش اي مشاكل ولا اي تهنيجه ولا الكلام ده كله، خلاص ننسى. دلوقتي عرفنا ان المشكله بقت مشكله ايه كان تحديث وخلص. طيب خلونا بقى ايه زي ما قلنا في اول الفيديو ايه نعمل اثبات السحب اللي بتاريخ 22 ونثبت للناس فعلا ان الموقع شغال تمام. طيب يلا بينا نخش على ايه على الاثبات. تمام، هنخش على كلمه سحب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وهنبدا ان احنا ايه نعمل عمليه السحب بتاعتنا. وهيقول لك هنا اقل مبلغ للسحب هو 50 سنت يعني 10 جنيه، وهيقول لك طبعا بيكون في خصم 15% على اي عمليه سحب. هنبدا ان احنا نشوف رصيدنا هنا زي ما انتم شايفين كده، يقول لك رصيدك 74 دولار 88 سنت. طبعا عشان نخصم 15% فبننقص 74 ناقص 15% على الاله الحاسبه، وبنرجع هنا نكتب المبلغ اللي احنا عايزين نسحبه. هنبدا ان احنا نكتب هنا 65 دولار ونيجي نسحب كده. هيقول لك ايه رصيدك غير كافي زي ما انتم شايفين كده، قال لك رصيدك غير كافي. فطبعا انا عارف انا هسحب كام، ولكن انا بعمل كده قدامكم علشان ايه الناس اللي مش عارفه هتجرب ازاي. طبعا المبلغ الصحيح هو 64 دولار ونص بالظبط. فهنبدا ان احنا نكتبهم كده، اهم حاجه نكتب بالانجليزي يا جماعه، وهنتك ارسال يقول لك تم الارسال بنجاح، وكده يبقى احنا عملنا عمليه سحب زي ما انتم شايفين يا جماعه. وهي حاليا كده المراجعه. طبعا بعد كده المراجعه بيقول لك هنا تم التدقيق. تم التدقيق ده يا جماعه المرحله اللي قبل الاخيره خلاص، يعني تم التدقيق دي يعني ساعه 10 دقائق ساعتين، وبتلاقي الفلوس اتحولت لك على طول على المحفظه وبتكون ايه وصلتك. هنتابع مع بعض لحد ما يقول لنا نجاح. زي ما انتم شايفين هنخش على سحب ويقول لك ايه تمت العمليه بنجاح، وكده الفلوس تكون وصلت لك. وهنزل لكم السكرين زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، كده تبقى تم العمليه بنجاح والفلوس وصلت لنا الحمد لله. وبكده نكون اثبتنا للناس ان الموقع شغال تمام، وعرفنا المشاكل وعرفنا حل كل المشاكل اللي واجهتنا. تمام، فيا ريت ايه بعد كل ده ما تنساناش بقى بالدعم والاشتراك في القناه وتعمل لايك عشان غيرك يوصل له الفيديو. تمام، واي مشكله بتواجه اي حد يقدر يقول لنا عليها في التعليقات، واي حاجه للناس اللي عايزه تسجل في الموقع هتلاقيني سايب لك اللينك في الوصف، وكمان رقمي للتواصل علشان ما يحصلش معاك اي مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.